أهلا بيك يا صديقي. بنتكلم النهاردة عن صفقة سفيان بن جديدة لاعب الأهلي القادم من المغرب الفاسي اللي ساهم مع فريقه بالفوز بالدوري بعد ما سجل الموسم اللي فات 20 هدف وصنع هدفين. يمكن انتقادات كتيرة نالت اللاعب المباراة اللي فاتت قدام برشلونة، بس أنا النهاردة جايب اللقطات أوريك إن في فرق بين منصف بكرار والبروفايل بتاع سفيان بن جديدة. يمكن بروفايل سفيان بن جديدة أقرب شوية لمتعب وبعض الحاجات من وسام أبو علي. أوريك باللقطات إن اللعيب ده يعني مميزاته كلها معظمها داخل منطقة الجزاء. تعالوا بينا نشوف بعض اللقطات للاعب. هدف نسخة بالكربون من هدف متعب في الاتحاد الليبي. مع الفرق هنا شوفوا ازاي استلم ولف وسطه 180 درجة وحط الكرة بمنتهى السهولة في شباك الحارس. هدف مميز جدا جدا. هنا برضو شوفوا ازاي تحركاته ان هو بيحاول يعني دايما يفضل نفسه مساحة ويبعد عن الزحمة. المدافع دخل لجوه، هو استنى على حدود منطقة الجزاء وباك وورد ولا أروع بشكل مميز جدا جدا. هدف من أهدافه العالمية. ميزة تانية هنا برضو عمل تمويه للمدافع إن هو هيقطع اللي جوه. أول ما الكروس اتعمل هو لأ استنى بره وخد الكورة بوش رجله بشكل مميز طق في الشبكة. هدف من أهدافه فعلا المميز. ميزة تانية عند اللاعب ده صديقي شبيهة بوسام أبو علي شوية، وهي حتة الضغط. مميز جدا في الضغط وتوجيه الضغط على المدافعين. ومميز جدا في حسن التوقع والفولو. يعني هوريكم برضو باللقطات بعض الحاجات اللي توريكم إن هو قد إيه شبيه لوسام أبو علي. من مميزاته فعلا ان هو ما بيهمتش وفرقه بيضغط زي ما انتم شايفين، بيضغط على المدافع. هنا برضو كان بيضغط على اللاعب اللي في وسط الملعب رقم 6، بعد كده راح يضغط على المساك وعلى حارس المرمى، فهو بيضغط بشكل مميز جدا وما بيهمتش. هنا برضو توقع غلط المدافع زي أسامة أبو علي بالظبط، هو اللاعب اللي أنا عامل عليه دايرة. شوفوا ازاي هيتحرك وهيروح وهيسجل. فهو مميز جدا في التوقع. الهدف ده برضو شبيه لهدف وسام أبو علي في العين الإماراتي لو تفتكروا، نفس الغلطة، توقع غلط المدافع وضغط وسجل. كده يا صديقي أكون حاولت أقدم لك بعض اللقطات اللي توريك إن اللعيب ده يعني بروفايل مختلف شوية وإمتى المدرب ممكن يستخدمه. فدي بعض المميزات ليه. زي ما هو عنده مميزات برضو عنده بعض العيوب. من أهم عيوبه إن هو لعيب مش طويل، هو لعيب 178 سنتي، فهتلاقيه دايما في الالتحامات الهوائية والكرات الهوائية مش أحسن حاجة. بيسجل منها بس مش هي بتاعته قوي. فأتمنى أكون وضحت لك الفكرة اللي أنا عايز أوصلها لك. وأتمنى أشوفك دايما بخير وأشوفك في فيديو جديد قريب إن شاء الله.